عارف ايه الفرق بين واحد دفع 10,000 جنيه وخد اداء مرعب وواحد تاني دفع نفس ال 10,000 جنيه وخد خازوق هيعيش معاه سنين؟ عارفين يا صديقي، هو فيديو 10 دقايق بس. الفيديو اللي فات انا كنت شرير ودمرت احلام ناس كتير وحذرتكم من كروت مشهوره كانت بتتباع على اساس انها صفقه. الكومنتات بقى كلها كانت بتسالني سؤال واحد: طالما خوفتنا من كل الكروت ديت انا هشتري ايه؟ النهارده بقى انا جاي اقول لك تحط كل جنيه فين. هنمسك سوق كروت الشاشه نشرحه فئه من ارخص كارت يمشي حالك لحد الكروت اللي بتشغل 2K و4K مرتاح. ركز معايا لانه حرفيا السوق بقى غابه تاجر فيها مستني غلطه منك عشان يلبسك كارت ميت اكلينيكيا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عامل ايه يا اخويا؟ واهلا بيك في فيديو جديد. سوق كروت الشاشة حاليا عامل زي حقل الالغام، كروت مستعملة مهروسة تعدين وكروت جديدة سعرها في السماء وادائها في الارض. النهارده انا جايب لك الخريطة اللي تمشي عليها من اول $40 لغاية $400، يعني مهما كانت ميزانيتك هتلاقي الكارت المناسب ليك باذن الله. هوريك ازاي تفرق بين الكارت اللي اتهرس تعدين وبين الصفقة الممتازة، وازاي تختار كارت يخلي جهازك وحش كاسر. وهجاوبك على سؤال مهم جدا: تشتري كارت من سلسلة ال 5000 عشان احدث التقنيات، ولا تمسك نفس الفلوس وتجيب كارت هاي اند زمان مستعمل؟ لو مش مستعد تسمع الحقيقة المرة عن الكارت اللي انت ناوي تشتريه، اقفل الفيديو ده حالا لان الكلام اللي جاي هيوجع بجد. جهز قهوتك واعدل ظهرك واربط الحزام لاننا هنغوص في اعماق سوق الهاردوير وهطلعك منه ومعاك الكارت اللي يستحق فلوسك. قبل ما نبدأ ونخش في الأرقام والكروت، وقبل ما تنزل تدفع جنيه واحد في أي محل، لازم نتفق على 3 حاجات مهمة. زمان ال 8 جيجا في رام كانت رفاهية، النهارده بقى ال 8 جيجا في رام بقت هي الحد الأدنى. الألعاب الجديدة دلوقتي بقت بتفطر في رام. لو ميزانيتك تسمح تروح لل 12 أو 16 جيجا اوعى تتردد، الكارت اللي ذاكرته قليلة مهما كانت شريحته قوية مش هتاخد منه أداء كويس، والعكس صحيح. ثانيا، مفيش كارت وحش، في كارت سعره وحش، ودي أهم قاعدة في الفيديو. يعني مثلا ببساطة شديدة، كارت 3060 ب 14,000 جنيه يبقى خازوق، لو ب 11,000 يبقى صفقة ممتازة. لازم تفهم ان تقييمنا لاي كارت في الفيديو ده مرتبط بسعره الحالي في السوق. الكارت اللي بنصح بيه النهارده لو سعره زاد 500 جنيه بكره الصبح نصيحتي هتتغير فورا. خليك مرن مع السعر مش مع اسم الكارت. ثالثا، اوعى يغرك شكل الكارت، اوعى تشوف كارت ب3 مراوح واضاءات RGB وتقول واو وفي الاخر تلاقي جواه شريحه ضعيفه او قديمه. التاجر بيعرف يغلف لك الفسيخ في علبه شوكولاته. احنا هنا بنشتري اداء خام وتقنيات حديثه تفيدنا في المستقبل، احنا مش بنشتري اباجوره يعني تنور في الكيسه. بعد ما حطينا النقط على الحروف واتفقنا على القواعد اللي هنمشي عليها في الفيديو، يلا بينا نبدا باول فئه الغلابه ال 2000 جنيه او ال $40. بس طبعا قبل ما نكمل خلينا نفتكر اخواتنا المستضعفين في كل مكان، ربنا يفك كربهم وينصرهم يا رب. بالنسبه لفئه ال $40 دي فئه الناس بتسميها المستحيل، بس مفيش مستحيل عندنا. الكارت اللي معانا في الميزانيه ديت هو GTX 960 2 جيجا. لو ميزانيتك بين 2000 جنيه ل 2500 جنيه ده افضل كارت مقابل سعره. يا جماعه الكارت ده رغم انه قديم بس لسه بيتنفس، هيفتح لك شويه العاب باداء محترم مقابل فلوسك، كويس جدا كبدايه، لكن ما تطلبش منه يعني يشغلك سايبر بانك. لو سعره تخطى ال $45 ابعد عنه. من 2500 جنيه بقى ل 3000 جنيه او من $50 ل $60 هتلاقي الRX 570 مال السوق. وهنا لازم اوقفك عند نقطه مهمه: اغلب الكروت دي اتهلكت التعدين حرفيا، وكمان مستحيل تلاقي منه جديد غير لو كان معاد تصنيعه. الكارت فعلا بيقدم اداء ممتاز مقارنه بسعره، بس لو هتشتري يبقى لازم تختبر الكارت كويس وتاخد ضمان وتتاكد ان البايوس بتاعه اصلي مش بايوس تعدين. لو وقعت في كارت نضيف مبروك عليك، اداء ممتاز مقابل فلوسك. نطلع شويه بالميزانيه ونوصل لفئه ال $60 ل $80 او من 3000 ل 4000 جنيه، وعندنا كارتين: الكارت الاول GTX 1060 3 جيجا، والكارت الثاني RX 570 8 جيجا. وهنا لازم نفكر شويه قبل ما نروح لل 1060. ال 1060 اداؤه خام محترم جدا وتعريفاته مستقره، بس ال 3 جيجا في رام بقت خازوق بتكح تراب حرفيا. في المقابل ال 570 بيقول لك انا ادائي افضل بس استهلاكي للطاقه مرعب. لو باورك اقل من 400 واط روح لل 1060، اعلى من كده ومن ماركه كويسه خليك في ال 570، بس برضه خلي بالك من حاله الكارت. نطلع شويه بالميزانيه نوصل لميزانيه ال $80 ل $100 او من 4000 ل 5000. وهنا عندنا GTX 1650 العادي وGTX 1650 السوبر. الكروت ديت هي حبيبه الملايين حرفيا لانها بتسحبش كهرباء، تبريدها دايما كويس وحديثه نسبيا عن ال 1060. ال 1650 سوبر بالذات بيقدم قفزه اداء مرعبه عن النسخه العاديه. لو قدامك الاثنين زود ال 500 جنيه وخد السوبر وانت مغمض. على فكره يا صديقي، انا شفت ناس باعت موبايلها وناس استلفت وناس جابت كارت اغلى من جهازها وفي الاخر الاداء كان اسوأ من كارت ارخص عشان حاجه واحده بس، فركز معايا. نيجي للفئة اللي هتبدأ تديك ده كويس وتحس بفرق فعلا، وهي من $100 ل $130 أو من 6000 ل 6500 جنيه. ركز بقى عشان الفئة ديت هي اللي بنصح بيها جدا. لو معاك 4000 حاول تعصر نفسك وتوصل ل 5000 أو 6000 علشان هي النقلة الحقيقية في الأداء. وعندنا فيها كارتين: GTX 1660 سوبر وGTX 1070. ال 1660 سوبر بيديك 6 جيجا في رام GDDR6، أداء كويس على إعدادات 1080. ال 1070 وحش قديم لسه بيعافر ب 8 جيجا في رام وقادر يغلب كروت أغلى منه، بس الكروت ديت في السوق المصري سعرها بدأ يبقى مش طبيعي خالص. الكروت دي ممتازة
ممتازه طول ما سعرها تحت ال 6500 جنيه. لو لقيت ال 1660 سوبر ب 6000 جنيه دي صفقه كويسه جدا، وده سعره اللي المفروض يمشي بيه. لو التاجر قال لك ب 7500 جنيه عشان نسخه 3 مراوح وبتاع، قول له شكرا خليها عندك، ما تدفعش اكتر من 6500 جنيه في الفئه ديت، لانك لو زودت 500 جنيه بس كمان هتنط لمستوى تاني خالص. نخش بقى للفئة اللي هتخلينا نشم نفسنا شوية يا أخي، وهي من $100 ل $160، ومن 6500 جنيه ل 8000 جنيه. وعندنا كارتين ممتازين في الميزانية دي، RX 5600 اكس تي ولا RTX 2060. 5600 اكس تي كارت سفاح مقابل سعره، حرفيا بيديلك أداء أفضل من 2060 وساعات بيتفوق عليه، يعني أداء خام أعلى ممتاز للألعاب. عيبه الوحيد 6 جيجا في رام، سعره تقريبا من $130 ل $140، أو من 6500 جنيه ل 7000 جنيه. ال 2060 هيديك استقرار أفضل في التعريفات، وهتاخد تقنيات أفضل شوية، وعلى حسب احتياجك هتحدد الكارت الأنسب ليك. ندخل بقى على الفئة الأكثر طلبًا، وهي من $160 ل $200، أو من 8000 ل 10000. وعندنا كارتين برضه، الأول RX 5700 XT، والتاني هو الRTX 2060 سوبر. لو ميزانيتك من 8000 ل 10000، ال 2060 سوبر هو الملك هنا، علشان ال 8 جيجا في رام ودعم DLSS. ال 5700 أداء خام جبار، بس نصيحة أخ ما تجيبوش إلا لو نسخة تبريد احترافي زي سفاير ناترو بلس، لأن النسخة العادية منه عبارة عن دفاية. وعلى فكرة يا جماعة الكارت ده دبابة، أداؤه بنطح ال 3060 وسعره أرخص بكتير. عيبه الوحيد الحرارة العالية في بعض النسخ. لحد اللحظة ديت يا صديقي كل الكروت اللي قلناها استيراد أو مستعمل، مفيش كارت جديد، علشان كده لازم تشتري من مكان كويس بيدي ضمان كويس، وتجرب الكارت كويس جدا وتطحنه في فترة الضمان. قبل ما أقول لك الكارت الجديد خد القاعدة دي عندك، ممنوع تشتري كارت جديد تحت ال $200 أو ال 10000 جنيه. أي كارت جديد تحت السعر ده في السوق حاليا هو عبارة عن زبالة، معمول عشان يفتح الويندوز بس مش أكتر. لو معاك أقل من $200 وعايز جديد وفر فلوسك أحسن. ندخل على الفئة اللي هتخلينا ننسى المستعمل شوية ونشم ريحة الجديد أبو كرتونة، وهي من $200 ل $260، أو من 10000 جنيه ل 13000 جنيه. وعندنا خيارات كتير في الميزانية ديت. أول كارت ال RX 6600، الكارت ده جديد، أفضل قيمة مقابل سعر الكارت الجديد في 2026. استهلاك طاقة 100 واط بس، يعني هيشتغل على أقل باور عندك، وبيديك أداء محترم جدا وضمان سنتين 3 مرتاح. الكارت التاني RX 6700 XT نسخة 12 جيجا، الكارت ده تقدر تقول عليه الجوهرة المستخبية. لو لقيته مستعمل ب 12 13000 جنيه اشتريه فورا. ال 12 جيجا في رام دول هما اللي هيخلوك تلعب GTA 6 لما تنزل، يعني ان شاء الله. اداؤه نفس اداء 3070 بس في رام اكبر. حرفيا الكارت ده يا صديقي هو اللي مخلي انفيديا مقلقه، لان ال 12 جيجا في رام دول هما اللي هيشيلوك في الالعاب الجايه، في الوقت اللي ال 3070 وال 3060 تي اي هيبداوا يقطعوا منك بسبب نقص الذاكره. الخيار التالت 3060، لو لقيته جديد ب 11 12000 تمام، اكتر من كده لا. المستعمل بتاعه ما يسواش اكتر من 11000، والنسخه 12 جيجا طبعا هي الاساس. لو لقيته جديد بالسعر ده، وده مستحيل حاليا لانه سعره ضرب في السماء، هاته فورا. لو سعره غالي عن كده يبقى بتضحك على نفسك، لان في كروت اقوى منه بكتير بنفس السعر. وصلنا للفئة الشائكة، وهي من $300 ل $400، أو من 15000 ل 20000، وهي آخر فئة معانا. عندنا كذا كارت RTX 5050، RTX 4060، الاتنين دول ب $300 حوالي 15000 جنيه. ال 4060 سعره ممكن يقل عن كده شوية. لو عايز أحدث التقنيات اللي نزلت وعايز أحدث فريم جنريشن روح لل 5050، بس خلي بالك في خازوق في الكروت الجديدة اللي نازلة ب 8 جيجا في رام، خد بالك منه، اتكلمت عنه بشكل مفصل في الفيديو اللي فات، تقدر ترجع له. الكارت التالت معانا هو ال 3080، لو الباور بتاعك 750 واط جولد، ال 3080 ب 17000 جنيه تقريبا هيخليك مش محتاج حاجه تاني. كارت لل 2K وال 4K بدون تفاهم. لو بتسالني عن افضل صفقه في سوق المستعمل حاليا بدون تفكير هقول لك ال RTX 3080 او ال RX 6800 XT. نيجي بقى للخازوق اللي بتحضر والسؤال اللي هيجنن الناس، اجيب 3080 مستعمل ولا 50 او 5060 جديد عشان احدث تقنيات الاي اي والفريم جنريشن؟ يا جماعه لازم نفهم، مهما كانت التكنولوجيا في ال 5050 هو في النهايه كارت اقتصادي. كارت بيجي ب 8 جيجا في رام وبس تعبان. انت متخيل ان ال 5050 جاي بنقل ذاكره 128 بت؟ ده خرم ابره يا جماعه، بينما ال 3080 داخل عليك ب 320 بت. الفريم جنريشن مش هيوسع لك السكه، هو بس بيضحك على عينك. لما تحط قدام ال 3080 انت هنا بتقارن عجله موديل السنه بعربيه مرسيدس من 3 سنين. ال 3080 هيمسح الارض بال 5050 وال 4060 مع بعض في الاداء الخام. ال 3080 عنده كده كورز وهاردوير حقيقي يقدر يرفع دقه الجرافيك ل 4K و 2K، بينما ال 5050 اخره 1080 مهما عملت، ولو حاولت بس تضغط عليه في دقه اعلى الكارت هيتخنق ويموت منك، خاصه بسبب ال 8 جيجا في رام. ويا لهوتي بقى لو ركبت الكارت على تجميع اقتصاديه. يا صديقي ميزه الفريم جنريشن ميزه خرافيه، بس هي معموله عشان تساعد الكارت الضعيف زي ما قلت لك في الفيديو اللي فات. لو ال 3080 بيديك 100 فريم حقيقي وال 5050 بيديك 40 فريم حقيقي وبيرفعهم ل 100 بالذكاء الاصطناعي، صدقني ال 100 فريم بتوع ال 8080 انضف واسرع في الاستجابه وشكلهم احلى بكتير. فلو باورك يستحمل 750 واط ارمي ال 5050 وال 4060 ورا ظهرك وروح دور على ال 3080 نسخه محترمه وعيش تجربه مختلفه. اخر كارتين بقى في الميزانيه ديت هم ال RTX 5060 وال RX 9060 XT، كارتين كويسين بس لازم تخلي بالك من الخازوق.
السوق. الكروت دي 8 جيجا في رام، وطبعا زي ما قلت لك الافضل تروح للمستعمل وتاخد ال 3080 او ال RX 6800 اكس تي. لو ميزانيتك كفيلة بقى 20,000 جنيه يبقى روح للارتكس 4070 او الاركس 7800 اكس تي. دي كروت جبارة حرفيا مش هتخليك محتاج حاجة تاني. وبكده يا صديقي نكون وصلنا لنهاية الفيديو. افتكر انه الذكاء مش انك تشتري اقوى كارت، الذكاء انك تجيب اقوى كارت بالسعر الصح. دي كانت خريطة الطريق ليك في 2026. نصيحة اخيرة من اخوك، الكارت مش كل حاجة. ما تجيبش كارت 3080 مع معالج اي 3 رابع وتقول لي الاداء وحش، انت كده حرفيا عملت عنق برميل مش عنق زجاجة. ما تجيبش كارت 5700 وتحطه على باور سنة ب 200 جنيه وتزعل لما الجهاز يفرقع. اعمل توازن في تجميعتك. قول لي بقى في الكومنتات ايه الكارت اللي انت ناوي عليه، وهل بتفكر في الجديد ولا قلبك ميت وهتدوس في المستعمل. لو الفيديو عجبك ما تنساش اللايك والاشتراك عشان اللي جاي اقوى باذن الله. وبس كده، والسلام.